ازيك يا معلم امامي عاشور؟ اخبارك ايه يا باشا؟ جاي الماتش القمه بكره ولا لا؟ انا من رايي انكم ما تجوش، علشان كده هنغلبكم وهناخد منكم الدوري. والله وطلع لك صوت يا بزراية. ده المفروض انت بالذات ما تتكلمش عن ماتش القمة ده، لان مش بنشوفك فيه، علشان الواد كوكا بيحطك في جيبه من الدقيقة الاولى لحد اخر دقيقة في الوقت الضايع. يا عم ايمو ليه بس سيره كوكا ده انا عندي عقده نفسيه منه. بس المفاجاه بقى ان بكره مش هلعب في الناحيه اليمين وهلعب في الناحيه الشمال، وكده محمد هاني مش هيلعب في الماتش ده. تلعب في الناحية اليمين، تلعب في الناحية الشمال، تلعب شرق غرب، انت هيتعلم عليك من اي حد في الاهلي. يا ابني انت اخرك زيطة بس على الفاضي، واحنا مسميينك عندنا في الاهلي بزيرة همبكة. لا بعد اذنك يا ايمو، انا اسمي بزيرا فاموس. وبعدين يعني انت اللي خاربها مع الاهلي؟ ما انت مستواك في النازل انت وزيزو، وبقالك فتره لا بتجيب اجوان ولا بتعمل اي حاجه مع الاهلي. ماشي يا عم بزرة، بس على الأقل أنا مسكت بطولات في إيدي مع الأهلي، يعني أفريقيا والدوري وكأس مصر وكأس السوبر وبرونزية كأس العالم للأندية. وأنت هتموت علشان تاخد أول بطولة ليك مع الزمالك. وعلى رأي المثل، لا تعطيني بطولة ولكن علمني كيف أحقق البطولات. يا سلام، وكمان بتقول شعر يا ايمو؟ هو الصراحه انت ماشيه معاك زي الاسهال من ساعه ما سبت الزمالك ورحت الاهلي، بقيت امام تاني غير اللي نعرفه. بقول لك ايه، ما تكلمني بتوع الاهلي ياخدوني، يمكن الدنيا تمشي معايا عندكم. لا حبيبي خلاص، كل سنة وأنت طيب. قفلنا الباب اللي كنا فاتحينه من الزمالك على الأهلي. خليك انت عندك وزيط براحتك وقول فاموس. وخلي بالك، لو شفتك في الملعب بكرة هعمل معاك الجلاشة.